أهلا فيكم متابعينا. من أجمل الأشياء أنه نسلط الضوء على العادات، على الملبس، على الأشياء إنه كلها، على كل شيء بخص الفلسطيني. اليوم إحنا في البلدة القديمة بالخليل راح نسلط الضوء على الحلويات، وطبعا الحلويات لها قصة وقصتها وحكايتها راح نشوفها مع الأخ أبو شادي الزعتري. وكل التحية لرعايتنا ملحمة ومسبكة الأمل. هذا البرنامج برعاية ملحمة ومسمكة الأمل. الطبخة رح تكون ناقصة إذا ما كان اختيارك إشي من عنا، سمك، دجاج وبهارات وغيره. زورونا مرة وجربوا، وهيك رح تكونوا زباين كل مرة. أهلا وسهلا فيك. أهلا بيك، أهلا وسهلا فيك يا حبيبي في محلكم الصغير هذا. أهلا، الله يسعدك يا رب، وشكرا لك على الاستضافة. والله يعني إحنا يعني نتشرف بزيارتكم للبلدة القديمة اطلاع على أقل تفاصيلها لنشرها، وإحنا يعني نتشرف بهذا الشيء، يعني لأنه الناس تتواصل عبر هذه المنابر تبعا السوشيال ميديا والشغلات هيك بتكون يعني مناسبة للبلدة القديمة إن شاء الله. أكيد هو أقل تفصيل في البلدة القديمة هو إنجاز كبير لكل فلسطيني ولكل مواطن، وأكيد هو فخر كمان. فاليوم إحنا في محل الحلويات لأبو شادي. قبل كل شيء، مين أبو شادي؟ أبو شادي رامي محمد عزم الزعتر، طبعا صاحب محل أقدم محل حلويات في مدينة الخليل. هذا اسمه المحل حلويات الحج حسني، بالأصل هو الحج حسني الزعتر. طبعا تعلم الحلويات من عمامه، وعمامه هذول كانوا متعلمين حلويات في سوريا لأنهم كانوا عايشين في سوريا، فتناقلوها على الضفة. هلا أنا سيدي اشتغل هو عمره 7 سنوات، هذا الكلام تقريبا في 2017. هلا تعلم شغل حلويات مع اعمامه ومع قرايبه، فتناقلوها مع الاولاد. لما فتح لنا محل، اول محل فتحناه لقدام شوي من هذا المحل، طبعا كان محل صغير شوي، واتنقلنا للمنطقة هون لانه هذا المحل اوسع وافضل العمل. فهلا نقلناها طبعا من العمام لابو شادي. لا أبو شادي، خلينا نحكي إنه صنعة الحلويات أو صنع الحلويات مش صدفة أو حد كان يحلم أو إنه تجربة، هو يعني وراثة من جيل لجيل. لو سألنا أبو شادي شو أبرز الصعوبات اللي واجهتك على الصعيد الشخصي أول ما فتحت المحل؟ احنا طبعا الصعوبات في البلدة القديمة متواجدة مش من الوقت هذا، طبعا من قبل يعني عشرات السنين. هلا تناول الامور من جيل لجيل كان في من نبرات في العمل، كاحتلالات، كشغلات، مضايقات على البلدة القديمة. هذا الاشي يعني موجهينه من عقود، لانه من شوي شوي من مارسوا الحاجة. طبعا الاشي اللي قبل 10 سنوات طبعا مش زي هلا. الايام هذه احنا بنواجه صعوبات كثير جدا، من ضمنها الاغلاقات على الحرم الابراهيمي، من ضمنها الاغلاقات على المنطقة الجنوبية، على شارع الشهداء. هذا الاشي بأثر على محلنا وعلى عملنا وعلى البلدة القديمة كاملة. بس ولكن احنا يعني تعايشنا في الاشي هيك، صرنا يعني نرتب وضعنا على اهون الصعوبات، يعني بصير الواحد يعني بياخذ دراسة عن وضعه كيف في البلد القديم، لان احنا نعد هذه على المنطقة هون على المحك، يعني انه فياتها وقت احتمال يكون فيها حدث، احتمال يكون فيها اغلاق، احتمال يكون فيها اعتداء. فاحنا طبعا يعني متعودين على الشغل هذا، بس احنا نصبر في حالنا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصبر هو أكيد يعني مفتاح للفرج، ربنا رح يفرجها إن شاء الله. طيب لما نحكي إنه منطقة البلدة القديمة ممكن أي اعتداء يصير في المنطقة، ممكن أي شيء أنت يعني بتتوقع شو ما كان من الاحتلال من المستوطنين، فكرت إنه ممكن تسكر المحل؟ طالع هذا الإغلاق المحل يعني بعيدة كتير كتير عن تفكير أبو شادي.
ولا يمكن إلا إذا يمكن يجيني مثلا إشي يعني غصب عني. إحنا المنطقة الفترة اللي سكرناها كانت 2.5 سنين، من 2002 لغاية 2005. هذا كنا مجبرين. منطقة كانت منطقة عسكرية سكرونا فيها بس، ولكن لما فتحت المنطقة من الإغلاق أول الناس كنا فاتحين إحنا. أول الناس كنا نخسر ونكبكب البضاعة حتى إن ما يعني نخلي الناس من مناطق حوالين الخليل أول إنها تنزل على البلد القديم وتصلي بالحرم. ورغما عن هيك صبرنا وجاهدنا وحتى إنه نطلع من هذه الثغرة الإغلاقات حتى نشجع الناس إنه برضه في نفس الوقت إنها تنزل على البلد القديم. يعني خسرنا شيء بس، ولكن الحمد لله رب العالمين، هذا كله من رب العالمين يعني. رغم كل شيء، كيف كان بإمكانك إنه تحافظ على ثقة الزباين في حلويات الزعتري وفي أبو شادي؟ وأنا بالنسبة لي هون يعني هذا الناس تعايشت معايا خيط المحل هذا. كيف تعايشت معاه؟ هلا من جيل لجيل، من جيل لجيل كان يعني الاختيار في الخليل، يعني اللي عمره 70 80 سنة كان يجيب ابنه اللي عمره 30 40 سنة. هذا ابو 30 40 سنة كان يجي صار يجيب ابنه الاصغر. تعايشوا مع المحل لانه محل من الشغل سنة وسنتين. لما يكون في اجيال كبيرة وصارت تعلم اولادها على المنطقة هون، علمت اولادها حتى تيجي هون. هلا انا يعني في عندي زباين عمرها 90 سنة وبقول لي كنافة عرس اخذتها من محل هون. وفي عندي ناس عمرها 17 18 سنة بيجيبوا لي اعطيني لاحتفال لمناسبة لامتحانات توجيهي لشغلة، بيجي عندي لانه تعلم من ابوه، تعلم من سيده، تعلم. يعني احنا تعايشنا مع مراحل الناس، صرنا يعني حتى بعد اوقات يعني اذا بتيجي عندي في رمضان لهون وبتشوف كيف بتلاقي الزباين لحالها بتمسك الصحن بتحط. جميل. لانها اخذت طابع انها هي صاحبة محل. وهذا الشيء حلو، صاحب المحل يتعايش مع الزبون على سبة انه هو صاحب محل الزبون. المعاملة وكمان الطعم كله بيلعب دور. أبو شادي، كم سنة إلك في هذا المحل؟ أنت بتحكي عن أجيال. هذا المحل عمره أكثر من 100 سنة، يعني 120 سنة تقريبا إحنا بنشتغل فيها أو يمكن أكثر. يعني أنا اللي المعلومات الموجودة عندي، بس أنا كشخصي أبو شادي أنا لي 37 سنة بشتغل في المجال هذا. يعني حلويات الزعتر في البلدة القديمة له أكثر من 100 سنة متواجد في هذا المكان، وأنت خبرة أكثر من 37 سنة. يعني عمرك غيرت في الأطباق وصفة معينة، صنف معين من جيل لجيل؟ من إحنا عشان تعايشنا في الأمور هاي كانت أنواع الحلويات مسمية على بس يعني على أكم من نوع. من ضمنها الكنافة. كانت الكنافة ما كانتش تيجي بالجبنة، كانت تيجي سادة، وهذه الناس يمكن بتعرفهاش في البخارية، كنا نشتغلها سادة. وتاني شغلة طورناها لأكتر مع جيل الوراء، صرنا نسويها بالجوز. آخر شيء صرنا نسويها بالجبنة. هلا بسووها بالجبنة، بسووها بالقشطة، بسووها بمليون صنف يعني. طبعا هذا الاشي حلو يعني انه تعدد الاصناف في الشغله هيك. بس ولكن انا يعني كصاحب محل وكحلويات انا بحب انك تعتز بطبقك، يعني كهويتك كشيء في محلك. مش انا اقول والله هاي حلويات تركيه، ده حلويات يونانيه، ده لا، انت اعتز بطبقك. انت الطبق الفلسطيني كاكل كحلويات كشيء حضاري حلو يعني. الطابع الفلسطيني لما يكون موجود في الموائد او في المناسبات او الى اخره، حتى نفسيا انت بتشعر براحه. شو اكثر صنف او طبق يعني مميز عندك؟ هلا احنا يعني بنشتغل كل انواع الحلويات. يعني انا بالنسبه لي المحل هون يعني عامله كمركز للوصايات للشغله هيك. هلا بالنسبه لاصناف الحلويات اي شيء بخطر ببالك انا مستعد اشتغله. بس احنا لكن يعني في مع مناطق ان هذه المناطق بننفع بس حلويات معينه لإلها فبنشتغلها.
هلا أنا في محلي التاني مثلا في جاي المفرق أبو الحلو بحط أصناف غير الأصناف هون، لأنه عندهم هون خاص عندهم طابع على معين أصناف. هلا كصنف أكثر صنف أنا بشتغله يعني مميز عندي، أنا عندي الكنافة العربية. الكنافة العربية إنه فيش حدا بيسويها عنا بالمواد اللي بنسويها إحنا، بالجوز بالشي بالسميد. فالشغلة هذا أنا يعني ممتاز فيها ومشهور للناس فيها، حتى إنه هذه بس عبارة بس عن طبق وصيات يعني مش أطباع للناس. حسب الطلب يعني. مم. رغم الوضع الاقتصادي الصعب، رغم كل شيء، إلا إنه أكيد في إقبال. كيف أسعارك بشكل عام؟ أسعار بالنسبة للمحل الزعتري يعني أقل من مناطق الثانية 30%. حتى إحنا هذه مش شغلة يعني بتقول عشان ضعف المنطقة هون، لا، هاي إحنا سويناها من أول مبادرة حتى نشجع الناس ترجع لنا على البلدة القديمة. يعني إحنا بنسوي مثلا صنف، أنا على فرض صنف البقلاوة. صنف البقلاوة مثلا يمكن حقه 40 شيكل بالجوز فوق، أنا ببيعه ب 30 قاعد. حتى ليش؟ لأنه عشان نشجع الناس بس ننزل على البلد القديمة. مش شغل يعني تقول إنه أنا بالعكس أنا بعطي محلات جملة، أنا عندي محل للجملة ببيع يعني للجملة للمحلات. أنا اللي بياخذون مني ب 15 شيك بيبيعوا ب 30 هم، مع إني أنا مش قادر أبيعه ب 30 عندي هون بالبلد القديمة. عمرك حسيت إنه ممكن يعني تخسر؟ يعني لأن أنت بتحكي أسعار جدا أقل من السوق، وأكيد مكلف إنه في مكونات والأشياء عم ترتفع يوم عن يوم. ممكن حسيت في لحظة من اللحظات إنه عم تشتغل بمخسر؟ طلع هذه الخسارة يعني يمكن واردة، بس ولكن لإنسان بيشتغل في إيده صعب الخسارة. يعني يمكن إذا كان في شغلة لا إرادية صارت عنده، يعني إنه أغلقت المنطقة وكان عندنا موسم مثلا، صارت معي أنا أغلقت المنطقة وصار كان عندي موسم عندي أنا في يوم عيد فوق 70 صينية حلو فرقتهم. يعني هذا الإشي غصبا عني يعني، بس ولكن خسارة كبيع وشراء فيش حدا بيخسر، فيش حدا يعني بيشتغل صنف معين إنه يخسر فيه. يعني يمكن نسبة الأرباح قليلة شوية بس ولكن ما بخسر. بس احنا يعني الحمد لله رب العالمين عشان احنا بنشتغل في ايدينا طبعا الاشي يعني بيماشي معانا، يعني احنا اي شيء بنرضى فيه. يعني بعده يعني بالنسبة لي أنا في البلد القديمة هون ببيع بسعر الجملة اللي ببيعها للناس الجملة المحلات اللي برا، حتى إنه الناس تستفيد بالسعر، وفي نفس الوقت نجلب الناس للمنطقة هون حتى إنهم يعني يتشجعوا على البلد القديمة. إنسان بشجع الآخر بيكون في عنا تواجد الناس حتى نحافظ على البلد القديمة وعلى الحرم الإبراهيمي. لأن يعني إحنا زي ما قلت لك اياها باول يعني انه احنا منطقه كتير يعني مشغول عليها انها تتهود، ولكن احنا يعني لازم يكون في عندنا صبر وفي نفس الوقت اجتهاد نشجع الناس من اسعار من معاملات من شغلات حتى نجيبها للبلد القديم. رغم كل شيء، يعني وجود حلويات الزعتري، حلويات أبو شادي في البلدة القديمة هو أكبر مكسب. ما في خسارة. الوجود هو صمود وصبر ورسالة وربح لكل من يتابعنا ولكل فلسطيني. أبو شادي، في حد دعمك أو بدعمك؟ احنا الدعم الحمد لله رب العالمين ما فيش داعمين بعد اوقات يعني. يعني العام هذا اجتهدت المحافظة وجابت لنا طحين نشتغل فيه، بس كدعم رئيسي مستمر على طوال العام ما في. بس احنا يعني الحمد لله رب العالمين فيش اشي بروح وانت هجتك فيه لله. اول شغله، ثاني شغله لما تترك الامور على بركه رب العالمين ربنا بيسرها من ارباح من شغله، وهذا ارزاق. ارزاق انا لما يعني قبل الانتفاضه 2000 ما بقدر كنت اقعد معك هالقعده هذه احكي معك من كتر الناس في البلد القديم وشغلنا كويس، بس ولكن هاي الارزاق بيد رب العالمين، واحنا الحمد لله رب العالمين مؤمنين برزقته. لو اليوم سألنا أبو شادي هذا المحل شو بيعني لك؟
بنحكي عن أكثر من 100 سنة، شو بيعني لك على الصعيد الشخصي؟ هذا المحل بيعني لي إشي كتير. أول شغلة، سيدي الله يرحمه كان قاعد فيه وربي فيه وهو صغير، كان عمره فوق 12 سنة لما فتحه. هلا والدي وعمامي وغيرهم حتى، في عنا كان عنا احنا ناس تشتغل مع عمامي وابي، بعدوا علي كبار في العمر، بعدوا علي على هون، بقولوا احنا اشتغلنا هون. هذا المحل بيعني لي اشي كثير، نفسيتي بترتاح فيه، شغل روحاني اكثر شيء يعني ما بقدر انه اتخلى عن هذا المحل. يعني احنا عدة مرات انا اعطاني واحد قال لي بعطيك مشروع كامل مصاري متكامل بس اطلع افتح فوش بدك في قعدتك هون. قلت لا، انا استغنيت عن مبلغ مقابل اقعد هون. كل الاحترام لك، ورسالة أخيرة بتحب توديها لكل حد بتابعنا وبشاهدنا؟ رسالتي أنا أهلا وسهلا فيك. أول شغلة أنا رسالتي للمجتمع الخليلي أو كمدن الضفة، إنه زيارة البلدة القديمة هاي واجب وطني وإنساني وأخلاقي للبلدة القديمة، حفاظا على الحرم الإبراهيمي، حفاظا على البلدة القديمة. نعطي دفعة تشجيع لأصحاب المحلات، تواجدكم فيها. هذا الشيء يعني برفع من معنوياتنا، برفع من كل شيء. طبعا احنا بنحسه يعني من نلاقي الناس موجودة في البلدة القديمة، طبعا هذا الاشي بنفتخر فيه. انا يعني مفتخر فيكم، حتى انكم جايين تسووا مقابلة في البلدة القديمة. احنا بنشجع كل الناس على تواجدها وعلى عملها وعلى كل شيء بخص في البلدة القديمة، حتى من نشاطات، من فعاليات، من شيء. احنا كمان مستعدين كأصحاب محلات إنه إحنا كمان نساعدكم لإنجاح الفعاليات هذه، حتى إنه الناس نستقطبها ونرجعها زي أول كعهد أول. إنه هذه بلد حرام يعني تكون بلد الآباء والأجداد تكون هيك، فبنشجعها إحنا إنها ترجع زي أول إن شاء رب العالمين. إن شاء الله رح ترجع زي أول وأحسن كمان بإذن الله. الله كريم يا رب. وأبو شادي بتشكرك كل الشكر. ما بين التحدي وما بين الإبداع، ما بين الإنجاز وما بين الماضي والحاضر، ما بين صناعة الحلويات والورثة ما بين الأجداد، مكان أكثر من 100 عام ما زال وسيستمر أيضا في هذه البلدة، في البلدة القديمة بمدينة الخليل. كان معنا اليوم في حكاية فلسطيني الأخ أبو شادي الزعتري، وكل الشكر لملحمة ومسلكة الأمل ولكل المتابعين. إلى اللقاء.